السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم باش نهزكم معايا البلاصة أين مدمنة إني نراها في تصويرة في فيديو، فما بالك إني نمشي لها. هي أزقة قديمة وضويقة نوعا ما، لكن أنا كي ندخل فيها وكي نراها نحس بمتسع بالحق، نحس برحابة صدر. فك الأزقة بالحق لو كان للحب رائحة، راهي رائحة الأسواق العربي ووسط البلاد والمدينة العربي بصفة عامة. الفيديو هذا عنده برشا من اللي صورته وما لقيتش، مش ما لقيتش، حبيت نمنتجه برحابة صدر بالحق خاطر عندي انا وسط البلاد حاجة كبيرة 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 كبيرة، وهذه وسط البلاد متاعي انا فما ناسي باهي ما علينا. طب المهم والمختصر، بديت لكم من باب السويقة وحبيت ندخل ونوريكم الباب التاليني متاع الدار ومقام سيدي محرز. المقام هذا أنا إنسانة مانيش والأولياء الصالحين موجودين والكل، لكن أنا ما نؤمنش بشفاعتهم لينا عند ربي سبحانه وتعالى، ومانيش باش ندخل في المواضيع الدينية. لكن أنا أول حاجة أبار إني نحب المعمار القديم ونحس فيه بالسكينة بالأمان بالبهجة. نحب المدينة العتيقة الديار العربي، إيش خليوا جدودنا وين عاشوا العبيد قبل. أنا نؤمن بوجودهم باللي هما كانوا عبيد صالحين والكل. المفيد والمختصر، وريتكم كيفاش تدخلوا من تالي الدار سيدي محرز. ونقول سيدي محرز على خاطر هي كلمة تعودنا عليها، كيما أي اسم نهج، أي اسم بلاصة هكيكا. سيدي علي البحري، نعرفش أنا أسماء يعني متاع أماكن. من بعد تعديت عملت كعيبة فريكاسي باش شوية إنرجي حارة باش كي نجم ندخل للأسواق. وخديت بيبيزامي زايدة ذيك ما لازم السفرة متاعي حسيلو. أنا البلاصة هذه نحبها ونعشقها برشا، وهاني باش نوريكم توا الباب القدامي متاع سيدي محرز من أول ما ندخل للأسواق، وخاصة الدار هذيك المقام هذيك. وكيف ما قلت لكم وفسرت لكم، راني نحب المعمار متاعو، راهو يمثلني، راني نحس بالانتماء للأشجار والكل حاجة غادي تجلب لي الهدوء والسكينة. وعندي فيها ذكريات كبيرة مع عبيد، كل إنسان نحبه ونعزه نهزه الغادي ونمشي معاه في الثنية الطويلة هذيك، ثنية طويلة برشا. وأنا نمشيها ساعات اللي نوصل لبرشلونة وأنا نمشي ونزيد نطلع جهة وندور، راني مش كنمشي في نهج واحد، ندخل البلايص الكل. حسيت البلاصة حفظتها كي نغمض عيني راها مرسومة خريطة في ذهني بكل تفاصيلها. ريحة القماشات أنا هذيك، أنا ريحة البخور الفخار، كل شيء تفاصيل. هذا الباب الرئيسي متاع المدخل متاع مقام سيدي محرز. شوفك المعمار، شوفك الحيوط، شوفك البيبان، هكا الفايونس، هكا الرخام، النباتات، كل شيء، اللوح، كل شيء فيه نحبه. الديكور والدهينة وسط الدار متاع المقام. السقيفة هذه، السقيفة أول ما تدخل تلقى هذه اسمها سقيفة. راني ايش باش نحكي لكم، بالحق راهي دار من أحسن الديار. يقول لك الإنسان يشبه ما يحب. أنا نشبه الحاجات هذه، حاجات القديمة، ريحة الجدود تشبه لي. من الاخر اول ما ندخل ريت القوس متاع شو الفايونس، بصراحه شيء كبير والله، حاجات متاعنا حاجات
قديمة. شو اللوح هذايا اللي اسمه يسموه القنارية، اللوح هذا حسيلو انا لهنا جست عملت نظرة من بعيد لبعيد، وباش نخرج باش ما نمسخش ناكلش الداخل، ناكل كعبة الفريكاسي نتاعي ومبرد حلقي بكت بيزة الماء، وانا نخزر لك وسط الدار ونستخايل في روحي اني نعيش في دار هكا. بالحق امنية حياتي، امنية حياتي اني نعيش في دار هكا بك الحاجات القديمة. والله حسيلو كل شجرة غادي تتنفس بالورية انا. فما بالك بالحق نتخيل كان انا جيت معناتها عندي جدي خليلي دار كيما الديار هذوما، والله ما نعملها متحف. بعد ما كملت كليت دخلت عملت شريبه ما كالبير وشوف الحصيره، ودخلت للمقام جوست باش نصوره لكم. ريت لي ديتاي، السقف، الحيوط، ثريات، اللوح، البنك، الحصيره، كل شيء يتكلم وحده، كل شيء يتكلم وحده. شوف كثريات نحاس، الشيء باش ينطق للي يفهم الحاجة، قيمة الحاجة القديمة. لهنا صورت لكم نوعية اللوحة هذه تتسمى القنارية، قبل اللي يعملوها الشبابك باش الديار تتنفس والنساء كانت تحشم، خاصة العلي يعني تلقى العلي متاع الدار في المدينة العربي حسب معرفتي يعملوا لها الشباك كبير هكاكا باش النساء تتفرج تترفه على رواحها، يعني النساء تخرج مستفسرة وما تخرجش ديما يعني، فترفه على رواحها انها تخزر من القنارية هذيك، وحتى حد ما يراها، الراجل متعدي حد وهي ترى كل شيء. شكل بيب، شكل النقشة كالبيبان اللي بالخوخة ذوكم يتسميوا، يعني تلقى خوخة فيه صغيرة والباب الكبير، القفيف، كل شيء. المهم قلت لكم وانا داخلة اول باب سويقة، الباب ذيك وانا داخلة النهج سيدي محرز، ندخل كأني دخلت خلف الأسوار من الآخر، نسرح، ننظم أفكاري، ننسجم مع المعمار والألوان والروائح وكل حاجة وكل ديتاي وكل تفصولة صغيرة أنا نحبها غادي. وقبل كنت كيف تبدأ عندي مشكلة وأنا صغيرة، راهو كنت كيف تبدأ عندي مشكلة ولا ستريس ولا حاجة، نمشي ندخل، عرفتها خلف الأسوار، ندخل من غادي للي نوصل البرشلونة، وأنا نمشي وساعات نرجع من البرشلونة على ساقية ونزيد ندخل في الحلفاوين ولين نخرج على باب سعدون، راني عادي نقعد نمشي. نتذكر كانت بنت خالتي في الصيف أنا وياها عندنا خياطة، عواطف حبيبتي حسيلو صحبت أمي وكيف أمي وصحبت العائلة وأنا نحبها برشا، كانت تستأمني وعرفتني على بياعة الأقمشة وتستأمني تعطيني أنا نمشي نقضي لها القماشات وتقول لي هاوكا ساوم أنت في الأسوام واللي يفضل اللي تربحوا، يعني أنت كي تناقش في الأسوام خذوا واشري بيه قماشات لك أنت وأنا نخيط لك. المهم ربي فضلها وربي يبارك لها، علمتني برشا حكايات وعلمتني الخياطة. بالحق محليها واحد كي يتعلم صنعة اليد رغم اللي ماهيش خدمته، يستحقها إنسان حتى في حياته اليومية. حسيلو كنت نهز بنت خالتي ونخرجوا من 5 متاع الصباح، ناخذوا المترو 5 ونهبطوا باب سعدون وندخلوا من باب سعدون وإحنا نمشي اللي نوصلوا ندوروا نهج بالنهار نهج سيدي محرز، نخرجوا على باب بحر وإحنا نمشوا ندخلوا لجهة جامع الزيتونة، نمشوا للستة متاع العشية تلقانا نمشوا نرتاحوا شوية هك في سيدي محرز ولا كليني شي حاجة نقعدوا في ريستو ولا نشربوا حاجة من باك متاع نصيف ساعة. المهم وحسيلو في سما وفيت الأسواق، وصلت الحق ما وصلتش الباب بحر ورجعت على ثنيتي، ما حبيتش نصور الرجوع متاع الثنية لهنا. صورت لكم هذا جامع صاحب الطابع في الحلفاوين، صورت شوية من مارشي الحلفاوين لهنا في الفريب، غطست شوية في الفريب. الفيديو طويل وانا عديت نهار كامل وانا نمشي، الحق ما وصلتش الباب بحر خاطر قضيت برشا قضيت وميم طون حبيت نستغل الوقت ونصور لكم حاجة نهبطها في الباج
ونعملها يعني في القناة حاجة وما منتجش برشا في الفيديو، الحق ما قصيتش برشا. هذا قصر المسرح البلدي، هذه الحلفاوين، وباش نوريكم زاد حمام شو اسمه حمام الرميمي. هو حمام الرميمي راهم ماهمش بحذا بعضهم، ما انا نمشي ونقص، قصيت شويه في المونتاج. هذا حمام الرميمي حسيلو ما نحكي لكمش. ريت حاجة غاية الإنسان لهنا خرجت الباب بحر، غاية الإنسان إنه يطمئن وغايته الكبرى يعني في الحياة والأساسية إنه يعيش مطمئن وتجد السكينة، روحك تلقى السكينة. أنا السكينة متاع روحي نلقاها في الحاجات هذه، في الأماكن هذه، في البلايص اللي مشيت لها وعندي فيها ذكريات مزيانة. ما عنديش حتى ذكرى خايبة. أنا كنت نقرأ قريبة يعني الباب بحر، تيل الباب الخضرة يا ربي، وكنت ديما عايشة غادي من الآخر، اللي نعديه لبرا أكثر من نعديه لداخل. رغم اللي المترو يتعب الحق، ترانسبور في تونس يتعب برشا، اما حلاها ذكريات. عندي برشا مركبتش في المترو، ونهارتها ركبت وانا ماشيه، لكن في المرويح روحت في تاكسي خاطرني نزرب، حق نخدم بعيده انا توا على البلاصه اللي كنت نقرا فيها. هزني الوحش، عرفتها كجابني الشوق بصراحه، مشتاقه وروحي مشتاقه، مش انا. جيت لمتاع الشباتي، ابن شباتي تاكلها في حياتك، ابن من شباتي المهديه. هو الشباتي هذا ملك الشباتي نتاع شو اسمه باب الخضراء. الحق ما لقيت الشباتي نلقاها وفيت بزهري انا، رغم مشيت شهيتها وريقتي سايله. خذيت الملفوف نتاعهم زيد بنين، وخذيت كاس تيتروناد مبرد بيه، وهذا المترو متعدي وانا نخزر قسما بالله كاني مشيت عملت رحله لبلاد اخرى ورجعت. نفسيتي ارتاحت، تفرهدت. انا كي نمشي برشا ونتعب في النهار بالمشي، ما نتعبش انا من المشي، الحق نحب المشي، انا نمشي عندي قدره نتاع مشي مهوله. غير توا نقصت شويه من التعب نتاع الخدمه والكل، خاطر ما عادش لاقيه وقت باش نمشي اصلا. واحد يخرج يجري يروح يجري لهنا، وانا مروحه وقلت باي باي يا وسط البلاد. حسيلو شريت شويه بخور، شريت برشا مشتريات، ان شاء الله تو كاين سهرة القدرة نصورهم ونهبط فيديو مشتريات. مروحة وتعديت من قدام تقريبا قربت للبلاصة اللي كنت نقرأ فيها واللي خدمت فيها، زيدا جتني بريود خدمت غادي. حسيلو ما نحكيكمش. المهم والمختصر، محليها الإنسان كي يبدأ عنده ذكريات، محليها روحي تمتعت، حسيت بهدوء، حسيت بالسلام، بالسكينة، بالأمان. روحت برحابة صدر، روحت مبتهجة، روحت فخورة اللي أنا معتزة ونحب بلادي، نحب لي ديتاي والبلايص اللي عشت فيهم ذكريات مزيانة مع صحابي، وذكرت صحابي والعبيد اللي يعزوا عليا، ذكرت ذكرياتي وانا نمشي انا وصحباتي واحنا ماشيين للقرايه، واحنا مروحين من القرايه، واحنا ماشيين للستاج، واحنا ماشيين نخدموا. انا انسانه اجتماعيه برشا، وين نمشي نعمل اصحاب، وين نمشي نعمل احباب. الحمد لله محليها المتعة الحياة، محليها الانسان كي يتمتع بحاجات بسيطه كيف ما هكا، محليها كيف الانسان يكون بسيط لدرجه انه يحس بالمتعة هذه. الحاجة بسيطة، وهي بسيطة عند العبيد اللي تراها بسيطة، لكن عندي أنا حاجة كبيرة. حاسيلو إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، إن شاء الله ينال إعجابكم. تمنيت لو كنت عندي كاليتي ما خير متاع تليفون، إن شاء الله يا ربي سهل ربي ونشري كاليتي باهية متاع تليفون ولا متاع كاميرا نعود نصور بها، ونعاود نرجع ونصور لي ديتاي متاع لي ديتاي أكثر من هكا. إن شاء الله تتحسن الكاليتي ونولي بروفيسيونيل أكثر. والمحطة هذه زيادة عندي فيها ذكريات، أنا في كل بلاصة تقريبا عندي ذكريات حلوة، وما حليها كي نسترجع ذكرياتي. والله نغوص لدرجة إني نخرج من العالم اللي أنا فيه، درجة إني نخرج بمخ شرجي، نوصل معناتها ندخل بمخ شرجي، نخرج براحة كبيرة، ونشبع بالنوم في الليل على الآخر، وراني نقعد مدة طويلة متفرهدة ومرتاحة. حسيلو
ان شاء الله ربي يريح بالكم وبالي، ان شاء الله ربي يهدينا. والحمد لله على نعمة البلاد ونعمة التراث والآثار، الحمد لله بلادنا لله الحمد مناش، ان شاء الله ربي يحرر فلسطين. الحمد لله عندنا آثار وتراث قديم قاعد ومعمار قديم قاعد، واحد لازم يكون يعني كيف نقولوا احنا ممتن. ان شاء الله عجبكم الفيديو، بسلامة.